الذي يمكن أن نقوله فيما يحدث في مصر حاليا؟ يعني البورصة تبدو أنها انعكاس لمرآة فعلا ما يحدث. ما الذي يعني تحمله الأيام القادمة؟ هل برأيك إلى مزيد من التصعيد أم بالإمكان لملمة الأوضاع حاليا؟ هو صباح الخير أولا. أهلا بحضرتك. أحب أقدم التعازي لكل شعب مصر في الضحايا اللي راحوا في أحداث السويس أو أحداث بورسعيد. الوضع السياسي الحقيقة يعني نقدر نسميه محتدم للغاية. الأحداث الجديدة على الشارع المصري إن احنا انتقلنا من مرحلة التظاهرات والمليونيات والاعتراضات والانقسامات إلى مرحلة دموية بشكل أنا يعني مستغرب له. مش دي طبيعة الشعب المصري، مش ده السلوك الخاص بالشعب المصري ان يموت في احداث ليله واحده. على حسب اخر احصائيات 31 قتيل او شهيد وفوق ال 600 مصاب. الوضع خطير ومربك ومرتبك. فبالتالي دموية الأحداث بتنعكس بالضرورة على دموية الأسهم في نفس التوقيت. إن هي البورصة بتقيس نبض الشارع، وإن كان يعني تلوح في الأفق بادرة إن شاء الله. أعتقد إن هي هتبقى كويسة. شو معالمها لهذه البادرة سيد محمد؟ هل هناك من معالم محددة يعني؟ والله هي مش البادرة مش سياسية إلى حد كبير، هي البادرة اقتصادية. ان احنا على حسب تصريحات الدكتور هشام أنديل رئيس الوزراء ان احنا خلاص في خلال اسبوعين هنبقى بصدد ان احنا نوقع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي. اعتقد ده هيرجعنا تاني الى احتمالية صعود السوق في الفترة القادمة للنظرية اللي اتكلمنا فيها من فترة، اللي هي نظرية الأموال المسيسة. ستعود مرة أخرى لتحمل السوق مرة أخرى لإرسال رسالة إلى صندوق النقد الدولي إن الأوضاع في مصر أصبحت شبه مستقرة، وإن الاقتصاد بيتعافى. وبالتالي كيف يتعافى والتهاب الشارع ما يزال موجود؟ ألا نعود أيضا إلى المربع الأول، أيام أيضا النظام السابق، عندما كانت المؤسسات الدولية تعطي انطباع جيد عن مستويات النمو، ورأينا ما حدث. يعني حتى أنه أوضاع المعيشية كانت بالعكس بمزيد من التآكل، ويقولون حتى مع اشتراطات الغير معلنة لصندوق النقد مؤهل كثير من الشعب المصري أن تتآكل مدخراته. والله ما يعني اقول لحضرتك، خلينا نتكلم بصراحه اكتر. الوضع طبعا حرج جدا وحرج للغايه، الا ان يعني من الطبيعي ان احنا نحاول نحسن الصوره الى حد كبير. فتحسين الصورة ده بيكون أول الرسائل بيكون عن طريق البورصة. فعشان كده أنا توقعت ظهور أو عودة جديدة للأموال المسيسة بعد امتصاص السوق الصدمة للأحداث الدموية اللي حصلت خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا. فعلا سيد محمد، خلينا نحكي عن هيدي الأموال المسيسة اللي نشطت بالفترات الماضية. من إعلان الدستور كان واضح دخولها بهذه القوة. كيف تتصرف هذه الأموال المسيسة؟ يعني هل هي تعلق أو تتعلق بمستوى سعري معين تتشبث به؟ هل تبيع عند أي بادرة للبيع؟ يعني ألا يهمها الربح، أم هي المسيس لا يلتفت إلى الربح؟ عليه أن يعطي انطباع أقوى، يعني انطباع الإيجابي بغض النظر عن مستويات الربح. حضرتك الأموال المسيسة هي أموال ساخنة بتدخل البورصة، ليس الهدف منها الربح، وإنما الهدف منها شيئين. الشيء الأول الاستحواذ على أكبر نسبة من الأسهم أو من الشركات المدرجة في البورصة كاستحواذ، بالإضافة لإرسال رسائل عن طريق استخدام المؤشر المصري واستخدام بورصة الأوراق المالية المصرية لبعض الجهات الأجنبية، ولتكن يعني حاليا نسميها صندوق النقد الدولي على سبيل المثال، أو أي جهة من الجهات الرقابية الدولية، لتخفف من حدة ويعني وآثار المعركة اللي احنا بنعيشها. حقيقة الأمر احنا بنعيش في معركة.
بطبيعة الحال نعم. كويس. طيب محمد، هل مرت السوق المصرية، يعني طيب خلينا نعود بالتاريخ اللي شوي لورا، هل مرت السوق المصرية أيضا بهذه السيناريوهات أنه كان في تسييس للأموال لإعطاء انطباعات معينة؟ طيب وهذا هل سيقودنا إلى احتكار لكن بأسماء جديدة، احتكار على أسهم معينة لكن بأسماء جديدة؟ والله انا ما مرش عليا الموضوع بالعنف ده من سنه 98 تقريبا. ظهور الاموال المسيسه بالمنظر ده من 98 انا ما مرش عليا. انما اللي اقدر اقوله ان احنا لازم نفرق كويس قوي ما بين المصطلحات اللي بتستخدم في الوقت الحالي، ما بين الاستثمار وما بين القروض وما بين الاستحواذات. الاستحواذات اللي بتتم هي في حقيقة الأمر هي مش استثمار، هو استيلاء على الشركات المقيدة في البورصة. نعم. الاستثمار الحقيقي ان انا ادخل السوق طالما انا حاسس ان هو في نية للصعود، ان انا ادخل انشئ شركات جديده وليس استحوذ على شركات مقامه بالفعل. الاستثمار الجديد ان انا انشئ شركات جديده، انشئ مصانع جديده، ابتدي اعين في موظفين جداد، ابتدي اضخ اموال في العجله الاقتصاديه. انما ان انا اجي استحوذ على شركه مقامه، طب ما هي خلاص هي فول كاباسيتي اوريدي من الموظفين ومن حيث الناتج او العائد على الناتج المحلي الاجمالي. لازم نفرق ما بين الاثنين دول. الى الان انا كل اللي احنا سمعنا عنه استحواذات على ونقل ملكيه حتى يعني ما بين اطراف عربيه من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه ما بين اطراف اجنبيه احنا مصر مالناش دخل فيها، سواء اذا كان بالنسبه لصفقه هرمس او بالنسبه لصفقه سوستين. احنا كمصر احنا مالناش دخل بيها قوي في الفتره الحاليه. طيب يعني وحتى بالنسبة لي يعني واضح أنه ما بس هي استثمارات معينة أو شركات معينة، لكن نحن نتحدث عن عائلة بثقل ساويرس. يبدو أن هناك تتابع وتوالي بالنسبة للأخبار التي تحيط بها، ويبدو أنها قد يعني تعرقلها في كثير من الأمور، وملف الضرائب يعود ليفتح من جديد، و14 مليار كما ذكر الخبر. هل برأيك نحن أمام نوع من سيناريوهات جديدة تقام أمام أسماء قوية في السوق المصرية؟ بالنسبة لعائلة ساويرس يعني أنا عايز بس في مصطلح بالبلدي كده هو المهندس نجيب نفسه بيستخدمه. المهندس نجيب تحديدا هو راجل صعيدي جدع. نعم. فهو مش بيهرب أو بيتخارج من السوق المصرية، وأنا قلت الكلام دوت، وهو الحقيقة طلع في تصريح صحفي ليه قال أنا راجع بلدي، أنا ما سبتش البلد. كل الفكرة بالنسبة للقضية أو للقصة بتاعت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وهي من أكبر الشركات العاملة في مصر أو في السوق المصرية، وزنها يحتل حوالي 28% من وزن المؤشر الرئيسي، إن هو قيدها بره للحصول على تمويل لازم لاستكمال باقي المشروعات. نعم. بالنسبة لملف الضرائب هو الحقيقة يعني ده إحدى الفصول المسرحية يعني مش عايز أسميها الهزلية في مطاردة المستثمرين. هي الموضوع عبارة عن شد وجذب. استحالة أن 4 مليار جنيه مصري يتضخموا في خلال 5 سنين ليوصلوا ان هم 14، وفي بعض الجهات الغير مسؤولة وصلتهم ل 36. معرفش ازاي الحقيقة. كويس. وبعدين التفاوضات تبتدي من عند 2، والشركة طرحت 1 مليار و200 مليون جنيه مصري لحل النزاع وإنهاء القضية. نعم، أشكرك فعلا على كل هذه المعلومات.